ولسه فرح كاس العالم منصوب زي ما بنقول، والناس كل يوم بتتفرج على وجبة كروية دسمة للغاية. الحقيقة امبارح كان في مباراة الناس كلها بتستناها، هو مش امبارح قوي يعني، ده كان الساعة 1 الفجر، ومباراة تانية الساعة 4، لكن كان الناس مستنية قوي مباراة إيطاليا وإنجلترا، وما كانش في أي حد عارف يتوقع، أو كانت المباراة خارج التوقعات، لأن كان قبليها بيوم مباراة قلبت الموازين في كرة القدم. طبعا بتكلم عن مباراة هولندا وأسبانيا، و5-1 نتيجة تقيلة جدا إن منتخب أسبانيا يشيلها يعني. فامبارح النتيجة كمان كانت 2-1 لصالح منتخب إيطاليا، واعتقد ان يعني ناس كتير قوي تابعت المباراة، وكمان كانت في انتظار مباراة كوت ديفوار واليابان اللي انتهت لصالح كوت ديفوار اللي بتمثل افريقيا 2-1، ودي كمان كان حاجة يعني اسعدت الافارقة كلهم، وطبعا مصر. هنستعرض كده احداث كاس العالم والمباريات. كان في امبارح مباراه برضو غريبه، يعني كوستاريكا والاورجواي، كوستاريكا تكسب اورجواي 3-1، يعني مباراه خارج التوقعات ايضا. هنستعرض الكلام ده كله مع ضيفنا اللي بيشرفنا، الناقد الرياضي الاستاذ امير نبيل اللي معانا النهارده. اهلا وسهلا استاذ امير. اهلا بحضرتك يا استاذ حازم وبالساده المشاهدين. ايه حكايه كاس العالم السنه دي كده؟ في حاجات غريبه شويه. والله طبعا يعني هي نتائج خارج التوقعات شويه، يمكن ابرزها طبعا خساره منتخب اسبانيا حامل اللقب، مصنف الاول. مصنف الاول طبعا. يعني انا لما بدخل بطوله انا كحامل لقب بيبقى طبعا انا من ضمن المرشحين بشكل تلقائي، زائد المنتخب منظم البطوله او المستضيف المنتخب البرازيلي. المنتخب الاسباني دخل التاريخ كاول منتخب يخسر، اول منتخب حامل لقب يخسر بالخساره الثقيله دي. ما حصلتش قبل كده. المنتخب كانت حصلت مع منتخبات قبل كده حامله اللقب، يعني فرنسا في 98 خسرت في المباراه الافتتاحيه في 2002 بس خسرت 1-0 من السنغال. لكن منتخب حامل اللقب يخسر 5 ومن منتخب يعني اعتقد ان هو كان مرشح زي ما حضرتك بتقول، لكن يخسر بنتيجه كبيره جدا. اعتقد دي كانت حاجه صدمه بالنسبه والغريبه كمان ان هو افتتح التهديف يعني بالظبط، فكان التوقعات ان يعني هيتنصب السيرك يعني. يمكن ده اللي ادى ثقه شويه للاعيبه منتخب اسبانيا ان المباراه ممكن تتكرر من سيناريو 2010، ان هم يمكن كان في تفوق. يمكن كانت هولندا يمكن برضو في المباراه النهائيه اضاعت اكثر من فرصه. المره دي بقى خلاص صمموا ان هو مش هيضيعوا الفرص دي، كانت مباراه سعريه بالنسبه لهم. بالظبط. يمكن كانت ممكن تخلص بنتيجه اكبر من كده كمان يعني. طيب انا طبعا يعني استعرضت اهم النتائج للمباريات اللي يعني اتلعبت امبارح واول امبارح. طبعا الناس كلها متابعه النتائج دي، مش مستنيين ان نقولها، لكن اللي احنا عايزين نقوله يعني ناس كتيره قوي متضايقه من حكايه عدم اذاعه المباريات، وبيشوفوها سواء يعني بعض القنوات كده اللي بتذيع المباريات دي او على القهاوي. فمش عارف يعني التعنت ده اخرته ايه من الجزيره؟ والله للاسف هو موضوع عندي يعني اللي احنا شايفينه ده، يعني مش على مصر بس، على حتى على مستوى الدول العربيه او دول الشرق الاوسط. يمكن كنت تابعت صحف مغربيه كمان بتشتكي بنفس نفس الازمه الحقيقه. فيعني الاسعار او تكلفه شراء المباريات تفوق قدرات المواطن العادي ان انا اشتري. يعني بصرف النظر مش هنتكلم في تفاصيل، لكن ايوه يعني هي غاليه طبعا، فيها مغالاه واستغلال او نوع الاحتكار ده مخليهم مغليين الاسعار جدا. بالظبط. حتى بالنسبه للعروض الرسميه لشراء عدد من المباريات سواء من اجهزه التلفزيونات المحليه في اكثر من دوله عربيه، كانت بتبقى عروض مبالغ فيها جدا، بيصل سعر المباراه ل1,000,000 دولار يعني. فيعني فوق تحمل او فوق قدرات اي جهاز تلفزيون او اجهزه تلفزيون في الدول العربيه. طيب احنا عايزين برضو نشوف النتائج. امبارح قلنا كولومبيا واليونان 3-0 لكولومبيا، والاورجواي وكوستاريكا 3-1 لكوستاريكا، انجلترا وايطاليا 2-1، وكوت ديفوار واليابان 2-1 لكوت ديفوار. النتائج دي قراءتك ليها ايه؟ طبعا يعني يمكن هنقف شويه عن كوت ديفوار باعتبار منتخب طبعا افريقي. يعني النتيجه طبعا فريق مش سهل برضه، يعني بطل اسيا، ان انا افوز على بطل اسيا، ودي يعني كانت نقطه مهمه جدا بالنسبه لمنتخب كوت ديفوار في المجموعه اللي بيلعب فيها مع كولومبيا واليونان. ايضا عوض بشكل كبير يمكن خساره الكاميرون كمنتخب افريقي اخر في طبعا قدام المكسيك. منتخب كوت ديفوار ظهر بشكل كويس امبارح، خاصه في الشوط الثاني كان متاخر بهدف قدر يعوض
يعوض ويتعادل ويسجل هدف تاني. اعتقد ان هو ممكن زود فرص انه يتاهل للدور الثاني ويعوض الاخفاقات البطولات الماضيه. يعني اعتقد هو لو كوت ديفوار حقق تعادل من المباراتين القادمتين ممكن ان هو يكون له فرص التاهل. بالظبط، وعنده فرصه يمكن لما يقابل حتى المنتخب اليوناني يعني ما بانش اللي هو بالقوه قوي المنتخب اليوناني اللي يقدر يزعجه. بس برضه اليونان لما يعني تتغلب 3-0 في اول مبارياتها اعتقد هيبقى يعني بتحشد قواتها كلها او كل اوراق الضغط عندها، اللعب يعني اللعيبه الجامدين اللي عندها، بحيث يعني تعدي الكبوه دي. بالظبط، هو اكيد طبعا هيبقى عندها طموح التعويض، لكن يمكن مباراه مش سهله يعني. يمكن برضه هيبقى الحافز اكبر عند كوت ديفوار ان انا عايز اخلص نفسي بدري، ما اخشش في حسابات ان انا هتاهل او مش هتاهل، خاصه ان هو عايز يتاهل. يعني برضه لو قدر يتاهل مركز اول تبقى حاجه انجاز كبير جدا بالنسبه له كمنتخب فوز ان شاء الله. بالظبط. طيب يعني اللي بيمثل برضو الكرة الأفريقية والعربية الجزائر في المونديال، توقعاتك إيه؟ ولا ما نقدرش نقول توقعات في هذا المونديال اللي خارج التوقعات؟ هو طبعا ما فيش توقعات في المونديال ده تحديدا، يعني شايفين النتائج غريبه شويه، لكن بالنسبه للمنتخب الجزائري بشكل عام كانت استعداداته جيده للبطوله. واقع في مجموعه نقدر نقول انها صعبه نسبيا، يعني هو اكيد بعد عن المنتخبات التصنيف الاول او المنتخبات اللي هي بتنافس او مرشحه بشكل اساسي على اللقب في البطوله. لكن عنده منتخب زي بلجيكا، منتخب مش سهل تماما، يعني مشواره في التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم كان مشوار الحقيقه مشرف جدا. فبالتالي لازم المنتخب البلجيكي المنتخب الجزائري يبقى عامل حذره كويس جدا. منتخب بلجيكا ياخد المباريات بشكل تدريجي بحيث ان هو يقدر يجمع اكبر عدد من النقط فيها ويتاهل عن مجموعته. يعني يمكن مهمه صعبه شويه بس نتمنى له التوفيق ان شاء الله. النهارده هيتلعب سويسرا واكوادور، فرنسا وهندوراس، والارجنتين والبوسنه. تمام. يمكن هي 3 مباريات خلاص دخلنا الجوله الاولى قربت تنتهي، لكن بنشوف يعني نتائج. نتمنى طبعا لنيجيريا انها توفق كمنتخب افريقيا ايضا. عندهم فرصه افضل شويه مثلا من فرصه الكاميرون اللي تعثرت. يمكن نيجيريا بتنافس على التاهل عن مجموعتها مع الارجنتين. بتهيألي البوسنه او ايران ما يشكلوش يعني عائق كبير بالنسبه للمنتخب النيجيري اللي هو بطل افريقيا في 2013. اعتقد ان هم قدامهم مهمه نقدر نقول انها سهله نسبيا. برضو عندنا النهارده الارجنتين، يعني برضو المتابعين بقى المستنيين ميسي عايزين يشوفوا ميسي هيعمل ايه النهارده. فنتمنى ان احنا نشوف حاجه كويسه من ميسي، خاصه طبعا الفتره اللي فاتت كان بيوجه ليه انتقادات على ادائه مع برشلونه، مش نفس اداء مع منتخب بلاده. فيعني هنشوف النهارده ميسي هل هيقدر يرد فعلا ويخلي اداؤه مع منتخب بلاده افضل ولا لا. ان شاء الله. الخساره الكبيره لهولندا اعتقد يعني هتخليها يبقى في صعوبه، او الخساره الكبيره لاسبانيا قصدي هتخليها في صعوبه ليها في بقيه المشوار. اكيد طبعا، خاصه ان المباراه الثانيه ليها هتبقى مع تشيلي. تشيلي كسبت المباراه الاولى امام استراليا، عايزه تتاكد لو كسبت المباراه الثانيه خلاص اتاهلت. باعتبار ان هولندا خلاص فرصتها اكبر طبعا انها تعدي استراليا. فيعني المباراه دي اكون او لا اكون بالنسبه للمنتخب الاسباني. صحيح ان منتخب اسبانيا في 2010 خسر اول مباراه ليه قدام سويسرا، مع ذلك خد البطوله في النهايه، لكن طبعا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده المنتخب الاسباني ناقصه كتير، يعني لسه يعني ما اعتقدش ان مجموعه العناصر دي مع كبر السن مع بعض الاختيارات غير الموفقه شويه، شايفها ديل بوسكي استبعد بعض اللاعبين زي نيجريدو مهاجم مانشستر سيتي، توريس المهاجم تشيلسي الانجليزي مش موفق تماما. دييجو كوستا طبعا قصته معروفه ان هو لعيب برازيلي الاصل، خد الجنسيه الاسبانيه ولعب، فطبعا الجماهير مش متقبله ده. ما هو كل ما يلمس كوره تلاقي صفارات الاستهجان في المدرجات. فلازم انا كمدرب كنت عامل حسابي للامور دي كلها. طبعا يعني حبينا نبتدي كده بالحلو، دايما احنا بنقول بنحلي في الاخر، لكن بدينا بالحلو ونروح للحلو بس اللي اقل شويه. يعني طبعا الدوري المصري وامبارح كان فيه مباراه مهمه جدا لعشاق الفانيلا البيضاء، الزمالك والشرطه، انتهت بفوز الزمالك 4-3 وتاهله للدوره الرباعيه. مباراه كان ماراثونيه غريبه جدا، النتيجه اتغيرت فيها 5 مرات داخل المباراه، وفي النهايه طبعا برضو الزمالك اهدى يعني لعشاقه هديه امبارح، اداهم الامل ان هو مستمر وفي امكانيه ان شاء الله ان هو يكمل المشوار. المباراه دي انت شايفها ازاي؟
هو صحيح طبعا، يعني عشاق نادي الزمالك او جماهيره دايما تعودوا في المباريات الاخيره ان هم يفضلوا على اعصابهم لغايه اخر لحظه. يمكن نادي الزمالك امبارح لغايه وقت متاخر جدا من المباراه متعادل 2-2، يعني الامور صعبه بالنسبه له. يحسب لاحمد حسام ميدو المدير الفني المجازفه الكبيره اللي عملها في المباراه، لان خلاص اتجاه للهجوم. بالظبط، يعني هو طلع 2 لعيبه في وسط الملعب او وسط الملعب الدفاعي، ونزل 2 خلاص ميولهم هجوميه، فانا وطبعا زود عليهم تغيير في الاخر، لكن ان هو يجازف بالشكل ده لان هو عارف ان هو ما عندوش خيارات ثانيه، الفوز او خلاص عدم التاهل. فبالتالي نادي الزمالك قدم يمكن شكل كويس افضل شويه من المباريات حتى اللي كسب فيها في الاخر. في اللحظات الاخيره امام وادي دجله وتليفونات بني سويف كان شكل افضل فنيا شويه. بعض الاخطاء لسه موجوده طبعا، الاخطاء الدفاعيه واخطاء حتى يمكن خطا غير معتاد من عبد الواحد السيد حارس المرمى. لكن الزمالك لازم بقى يعيد ترتيب الاوراق دايما في الفتره اللي جايه. عنده مباريات الكاس، عنده الدوره الرباعيه، المفروض يعني لسه حتى نتمنى ان لجنه المسابقات تحدد لنا بقى مواعيد واضحه. المواعيد الواضحه ليها طبعا. في بالنسبه لصراع الهبوط كمان حسم الصراع في المجموعه وتاكد هبوط المنيا، وفي مباراه فاصله بين تليفونات بني سويف والقناه. صحيح، يمكن صراع الهبوط اتحسم امبارح بالنسبه للمجموعه الثانيه، يمكن كان لغايه اخر لحظه، يمكن ده اللي كان مثير شويه في الجوله اللي فاتت. لغايه اخر لحظه مش معروف مين اللي هيهبط، مش معروف مين اللي هيفضل في الدوري. المصري كان متاخر بهدفين امام تليفونات بني سويف، قدر يتعادل في النهايه. نفس الشيء بالنسبه لطلائع الجيش، كان متعادل لغايه وقت متاخر جدا من الشوط الثاني، وقدر ان هو يسجل هدف بيضمن له البقاء. يؤكد بقاء. بس المجموعه الاولى خلاص الهبوط حسم فيها. ويمكن خلاص المجموعه الاولى كانت واضحه بشكل كبير. يمكن لسه فاضل الجوله هي اللي هتحدد ما بين الرجاء والمحله مين اللي هيدخل هيهبط يعني مباشره. الانتاج خلاص بالتاكيد، الانتاج خلاص. لكن الرجاء ما بين الرجاء والمحله الاثنين عندهم 18 نقطه، فمين اللي هيلعب مباراه فاصله او مين اللي هيهبط مباشره. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ امير، النهارده كنت معانا في فقره كوره كوره. تحياتنا لحضرتك. وبالفقره دي او بانتهاء يعني اللي احنا قلناه عن كاس العالم وعن الدوري، سواء في الدوره الترقي للدوره الرباعيه اللي بتؤهل بطل الدوري او حسم صراع الهبوط، بنكون وصلنا لختام فقره كوره كوره، وبنروح مع حضراتكم لفاصل، ومن بعده ان شاء الله اولى فقراتنا على الهواء مباشره، فقراتنا الرئيسيه في يسعد صباحك النهارده ان شاء الله. تابعونا.